السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قرار الأهلي كولر مستمر. 24 ساعة مرت اليوم في النادي الأهلي بلا اجتماعات. يوم 4 يناير 2025 مر في النادي الأهلي بلا قرارات، بلا صفقات، تقريبا يوم ما يتحسبش. الهدوء الزائد من مجلس إدارة النادي الأهلي بالنسبة لي أنا شخصيا يساوي قرار. عدم الكلام وعدم الاهتمام يساوي استمرار السويسري مارسيل كولر مديرا فنيا للنادي الأهلي. لا اهتمام على الإطلاق بالأخطاء والجرائم اللي عملها مارسيل كولر في تشكيلات الأهلي في المباريات الأخيرة، في التغييرات، في الأداء، في النتائج. وده من وجهة نظري بيزيد الطين بلة، لأن إذا كان كولر مغرور كده إيراد، هيتغرر 24 إيراد في الماتشات اللي جاية. وإذا كان بيغلط 10 مرات في كل ماتش، هيغلط 100 مرة وهو عارف إن مفيش حساب. إذن فريق كرة القدم في النادي الأهلي اليوم في راحة، غدا تدريب، يرجع الفريق يتدرب في ملعب مختار التتش مرة أخرى بلا أي جديد أو تغيير في الجهاز الفني على الإطلاق. كولر هيقود تدريب الأهلي بكرة في استاد مختار التتش، وعلى طول يوم الثلاث هيلعب مع سموحة في الدوري العام في القاهرة في مباراتهم في المؤجلة في الدوري. إذا كنت أنا شخصيا بأطالب وبأعلن بصوت عالي ضرورة إنهاء النادي الأهلي لمهمة مارسيل كولر المدير الفني واستبداله، وبأنادي بصوت عالي ومتكرر بإن احنا نديله الشرط الجزائي بتاعه ونتراضى معاه، لكن لو مجلس إدارة النادي الأهلي قرر وقرار نهائي التمسك به لنهاية الموسم، وده يبدو الأقرب، هعمل أنا إيه؟ هسيب كولر وهاجم مجلس الإدارة وهاجم الإدارة علشان ما مشيتش كولر وعشان أمشي كلامي أنا؟ أبدا، عمر ده ما هيحصل. إذا الإدارة قررت بقاء كولر، أنا داعم للإدارة بكل ما أملك، وداعم لكولر بكل ما أملك، وداعم للاعبين وللفريق وللنادي حتى نهاية الموسم. لكن نقدي لكولر في المباريات يرتبط بس بأخطائه مش بشخصه. أتمنى إن أنا في ماتش سموحة اللي جاي، وكولر خلاص هو المدير الفني في مباراة سموحة، أتمنى ما أشوفش أحمد نبيل كوكا أساسي في أول الماتش زي ما حصل في ماتش إنبي وحصل في ماتش شبيبة بلوزداد، أو أشوف خالد عبد الفتاح أساسي في الفريق. سلمنا رقبتنا لكولر، بس نحاول بقى نصلح اللي نقدر عليه، نحاول نعمل اللي نقدر عليه. احنا النهاردة عدى يوم 1 ويوم 2 ويوم 3 والنهاردة يوم 4 ومن غير صفقات. يا رب بكرة يوم 5 يبقى فيه صفقات إن شاء الله. على فكرة ماتش الأهلي وسموحة يوم الثلاث اللي جاي 7 يناير في استاد القاهرة الساعة 4 الظهر. يعني مفيش موظف، مفيش واحد في شغله هيتفرج على الماتش خلص. ازاي نقلل جمهور الأهلي على قد ما نقدر؟ ازاي يبقى شغلة البلد وشغلة اتحاد الكورة وشغلة رابطة الأندية ولجنة المسابقات يقللوا جمهور الأهلي في الماتشات؟ ازاي الزمالك يلعب كل ماتشاته الساعة 8 واحنا ده تالت ماتش نلعبه الساعة 4 في القاهرة؟ ازاي؟ مين اللي بيدير الموضوع ده؟ مين اللي بيقلل جمهور النادي الأهلي؟ مين اللي بيحارب النادي الأهلي؟ طب ما النادي الزمالك بيلعب الساعة 8 على طول، اشمعنى احنا؟ ده غير طبعا ان كل ماتشات الزمالك كلها وبلا استثناء جمهوره بيدخل مجانا مجانا، لا تذاكر ولا تفتيش، وكل الادوات معاه
وزي ما انت عايز. وجمهور الاهلي علشان يوصل لمكانه في المدرج 6-7 مرات تفتيش، وعايزين يفتشوا المنديل، وعايزين يفتشوا المحفظة، وعايزين يفتحوا الموبايل. حاجة لا يمكن تصدقها. الاهلي هو داخل على ماتش سموحة، ماتشين ما جابش جول. ماتش انبي 0-0 في الدوري، وماتش امبارح بلوزداد خسرنا 1-0. سموحة كمان اخر ماتش ليه في اسكندرية خسر من المحلة 4-2. ان شاء الله الاهلي يستعيد انتصاراته، ان شاء الله الاهلي يستعيد اهدافه، ان شاء الله الاهلي يفوق باذن الله بعد المرحلة الصعبة جدا اللي شفناها. انما بعد ما اتكلمنا في موضوع كولر وهبوط مستوى الفريق، عندي مشكلة تانية مع مجلس إدارة النادي الأهلي، مشكلة شخصية أنا بحكيها لكم بكل الوضوح وقلتها كتير قوي. مجلس إدارة النادي الأهلي سلبي جدا وصامت جدا أمام ظلم الحكام. مجلس إدارة الأهلي بيقبل الظلم دون اعتراض على الإطلاق. شايفين الزمالك بيتجامل ليل نهار من الحكام وصريخه ما بيخلصش وهو بيتجامل، والنتيجة ان الاهلي بيخسر نقط حلال تكسبها ما بتاخدهاش، والزمالك بياخد نقط حرام، وبتبقى المنافسة مشتعلة وممكن يخطفوا منك الدوري. النموذج ايه؟ ليه بقول لك الكلام ده دلوقتي؟ لان اللي اتفرج النهاردة على ماتش توتنهام هوتسبيرز في لندن مع نيوكاسل يونايتد في البريمير ليج، شاف جول التعادل اللي جابه فريق نيوكاسل. كرة بره ال 18، كرة مع توتنهام، لاعب توتنهام لعب الكرة خبطت في ايد مهاجم نيوكاسل، في ايده كده شايف كده، وراحت لزميله في نيوكاسل عطاها الواحد راح جاب جول. الحكم حسب جول. لعيبة توتنهام طبعا اعترضت بشدة شديدة جدا، وراحوا للحكم وتلمم، والحكم وقف اللعب يستنى الفيديو قال للحكم تعال اتفرج، لمسة اليد غير متعمدة، ايده في مكانها الطبيعي وهو ما حركهاش، والكرة اللي راحت لها، ولمسة اليد غير متعمدة، والجول اتحسب. الاهلي بقى في ماتش البنك الاهلي اللي انتهى بالتعادل 0-0، وكان الحكم محمد الحنفي، وكان الفيديو احمد علاء هاشم ومعاه احمد حسام طه. الاهلي جاب جول، كرة جت في ايد رامي ربيعه وايده جنبه جدا، مش زي بتاعت النهارده ايده ابعد، لا في ايد رامي ربيعه اللي جنبه تماما، ونزلت للاعب فريق البنك، ما نزلتش لرامي، ولاعب فريق البنك خدها ومشي بيها خطوتين، مرتين يلمسها، ولعبها لزميل الاهلي قطعها واتلعبت، ورامي جاب جول، والجول اتحسب، والفيديو نادى الحكم وقال له الغي جول، والجول اتلغى. بالنسبه للاهلي الجول يتلغى، بالنسبه لنيوكاسل الجول يتحسب. عايز تقول لي ان حكام مصر في كره القدم اللي هم اضعف حكام الدنيا، محمد حنفي ده اللي ساقط كوبر، احسن من حكام البريمير ليج اللي احتسبوا الجول؟ ولا في مصر الظلم للاهلي؟ ازاي بيفتشوا على الظلم للنادي الاهلي؟ اهو الماتش ده انتهى بالتعادل، والجول ده اتلغى، والنادي الاهلي ما قدمش احتجاج، النادي الاهلي ما قالش كلمه، مجلس اداره الاهلي قبل الظلم وقبل الافتراء من غير ما ينطق ومن غير ما يقول تلت التلاته كام. والله عيب، والله عيب على النادي الاهلي الكبير قوي انه ما ياخدش حقه، حتى عيب انه ما يطالبش بحقه. مش عارف تاخد حقك يا اخي، احتج، اقلب الدنيا، اعمل اللي عليك، قول انا مظلوم، قول اللي بيحصل معايا افتراء. انما تسكت، وكل ماتش بتتظلم، كل ماتش بتتظلم. طب ولغايه امتى؟ عيب والله العظيم انا ما مصدق. النهارده وانا بشوف الجول ده وهو بيتحسب قلبي بيتقطع على النادي الاهلي اللي بيتظلم في مصر ظلم غير طبيعي، ومحدش على الاطلاق بيحاول يجيب للنادي الاهلي حقه في اي حاجه. النهارده مثلا في رابطه الانديه لجنه المسابقات ما اعتمدتش اي عقوبات على نادي الزمالك بعد الشغب اللي عمله جمهوره في المباراه الاخيره ضد نادي الاتحاد.
جمهور الزمالك هتف هتاف واضح أثناء النشيد الوطني لمصر، والكاميرات جابته وما عوقبش. فاكرين السنة اللي قبل اللي فاتت لما جمهور الأهلي غنى أثناء النشيد الوطني في المحلة وتوقف أكتر من 3000 أهلاوي؟ أهو جمهور الزمالك عمل نفس المخالفة، بس جمهور الزمالك ما بيتعاقبش، العقوبات لجمهور الأهلي بس. جمهور الزمالك عمل هتافات جماعية ضد الحكام وضد التحكيم وضد النادي الأهلي، وما فيش أي عقوبة على الإطلاق. يبدو أن العقوبات ما لهاش علاقة لا باللوائح ولا باتحاد الكورة، ويبدو أن المسألة أكبر، ويبدو أن العقوبات لازم تمر الأول على الرئاسة وعلى الوزارة وعلى المؤسسات يعتمدوها ولا ما يعتمدوهاش، والقرار بيجي من فوق، وكل الكبار زملكاوية زي ما انتوا عارفين. والخلاصة ما فيش عقوبات. لجنة المسابقات ما شافتش ولا مخالفة من جمهور الزمالك، والحكم ما كتبش، والمراقب ما كتبش، وهكذا هتسير الأمور في مصر. وللأسف الأهلي ضحية كبيرة كبيرة كبيرة، والزمالك مستفيد ومجاملة غير طبيعية ومحدش بيتحرك. النهاردة الأهلي بعد نهاية الشوط الأول من مباراة أورلاندو بايرتس الجنوب إفريقي مع استاد أبيجان العاجي في جوهانسبرغ في جنوب إفريقيا، انتهى الشوط الأول لصالح أورلاندو بايرتس 1-0، وعززوا في الشوط الثاني بهدف في الدقيقة الخامسة، بقى متقدم 2-0. كده خلاص أورلاندو بايرتس يتصدر المجموعة برصيد 8 نقط من فوزين وتعادلين، والأهلي يرجع للمركز الثاني برصيد 7 نقط بس، ويبقى فريق شبيبة بلوزداد عنده أمل كبير وعنده 6 نقط، بينما استاد أبيجان في المركز الأخير وعنده نقطة واحدة. الأهلي رايح لاستاد أبيجان المباراة المقبلة في أبيجان في ساحل العاج. الأهلي محتاج يكسب المباراة المقبلة ضد استاد أبيجان علشان يضمن التأهل بإذن الله للأدوار التالية. في الدوري الأبطال يانج أفريكانز ومازيمبي في تنزانيا، يانج أفريكانز كسب 3-1 بعد ما كان متأخر 1-0، إنما الطريف إن الجول الأولاني كان لمازيمبي من ركلة جزاء، حارس مرمى مازيمبي إن هو اللي شوطها أثناء الشوط الأول، وفعلا طلع شاطها وهو اللي جابها جول. النهارده في دوري السوبر لكرة السلة الأهلي فاز على الطيران 89-42 أكتر من دبل سكور، والأهلي فاز على سموحة في ربع نهائي كاس مصر لكرة السلة بجدار. نادي الاتحاد السكندري بعد ما أيد شكري نجيب من فاركو أمس، أيد النهارده كمان يوسف أسامة نبيه لاعب بيراميدز إعارة من نادي بيراميدز نادي الاتحاد. يوسف أسامة نبيه اللي كان طلعته مع نادي الزمالك، الإعلام الزملكاوي كان بيتكلم على إن خلاص نادي الزمالك جايب كريستيانو رونالدو، ساب الزمالك وراح بيراميدز، وساب بيراميدز وراح الاتحاد، والله أعلم المرة الجاية هيروح فين. إن شاء الله اللي جاي أحسن. هاني أبو ريدة الرئيس الأسوأ لاتحاد كرة القدم المصري، زي ما قلنا لكم 2000 مرة قبل كده، الرئيس الأسوأ امبارح اجتمع مع كل حكام كرة القدم في مصر، وكأنه بيهنيهم على سرقة أحمد الغندور لل3 نقط لماتش الزمالك والاتحاد لصالح الزمالك. أعلن قرار استمرار وجيه أحمد رئيسا للجنة الحكام، وجيه بكابورت كلكم عارفين. وجيه أحمد اللي عمره ما مسك صفارة، اللي طول عمره راية بس، رئيس لجنة الحكام. وجيه أحمد اللي طلع على الهوا بكل الوضوح قال جبت للمستشار الحكم اللي هو عايزه، هو رئيس لجنة الحكام في مصر. واضح ان هاني أبو ريدة ضحك على النادي الأهلي وخدعهم لما قال لهم أنا هجيب لكم رئيس لجنة حكام أجنبي. أول ما استلم عدى شهر كامل على استلامه ولسه ما فيش رئيس لجنة حكام أجنبي، واللجنة اللي هو جايبها كلها زملكاوية، ويعززها بالبورسعيدي السيء مراد مسؤول للفيديو. رابطة الأندية اعتمدت فوز نادي الإسماعيلي على نادي مودرن سبورت 3-0 في المباراة اللي انتهت بالتعادل 0-0، واللي أشرك فيها نادي مودرن 6 لاعبين محترفين
في المباراة. وانتوا عارفين اللائحة في مصر حد أقصى 5 لاعبين يقدروا يشتركوا مع أي نادي في أي مباراة فقط في الدوري العام. بمناسبة التحكيم، اتفرجت على لقطة من مباراة زد مع مركز شباب ديروت في كاس مصر. كانت النتيجة التعادل لغاية الدقيقة 81. هجمة لفريق زد في ال18، اللاعب بتاع زد شاط الكورة، لاعب ديروت عطاله ظهره، خبطت في الظهر وطلعت عالية إلى الكرة. خبطت في الظهر، في وسط الظهر. الحكم قريب جدا، الحكم اسمه أحمد حامد فهيم، أبوه كان حكم اسمه حامد فهيم. كل مصر دلوقتي كل حكم قديم بيشغل ابنه حكم، كل حكم قديم بيشغل ابنه حكم، لأنه وسايط كلها، ما عادش حد بيعمل لا اختبارات ولا امتحانات ولا أي حاجة. طالما أبوك حكم هتبقى حكم، وهو ده اللي ماشي في مصر، كلهم بأولادهم حكام. المهم الحكم راح مصفر بينالتي لزد. بينالتي منين؟ دي كرة في ظهره، عارف لو في كتفه ماشي، عارف لو في ايده اللي لازقه في جسمه ماشي، عارفه لو في ايده اللي ورا ظهره ماشي، انما ده الكرة في ظهره بس، ده ايده ما قربتش من الكرة. طبعا لعيبه ديروت كانوا هيجننوا، والله العظيم بمعنى الكلمه كانوا هيجننوا، كانوا هيجننوا. متعادلين مع زد في الكاس والحكم بيذبحهم، والبينالتي اتلعبت وزيد كسب المباراه، وبكابورت عادي جدا بكره يدي احمد حامد فهيم ده مباراه للزمالك حكم، وعادي جدا جدا جدا، والموضوع يمشي من سيء الى اسوأ. في انجلترا مانشستر يونايتد رجع للانتصارات الكبيره، كسب وست هام النهارده 4-1 في ملعب الاتحاد في مانشستر، وإيرلينج هالاند جاب جونين وابتدى ينافس كمان على صدارة الهدافين مع محمد صلاح. بينما فريق ريال مدريد امبارح حول هزيمته أمام فالنسيا في مستايا في فالنسيا 1-0 إلى الفوز في آخر 6 دقايق، بعد ما كان ضيع ضربة جزاء بيلينغهام في الدقيقة 53، وبعد ما كان نجمه البرازيلي فينيسيوس جونيور اتطرد في الدقيقة 79. في الرياض في السعودية ميلان AC ميلان كسب يوفنتوس 2-1 في نصف نهائي السوبر الإيطالي، وهيلاعب انتر ميلان. ديربي الغضب هيتلعب في إيطاليا في الرياض على كأس السوبر الإيطالية. امبارح كمان في فرنسا محمد عبد المنعم نجمنا رجع أساسي مع فريق نيس بعد شفائه من إصابة طويلة، وقاد فريق نيس للفوز في الدوري الفرنسي على رين 3-2. وطاب مساء.